ازاي الحال يا تفيدة؟ الحمد لله يا سي ابراهيم. عامله لنا ايه النهارده على الغدا بقى؟ ملوخيه، انما ايه تاكل صوابعك وراها. وساميه لسه ما جاتش من الشغل ولا زمانها جايه. اللي على فكره خير؟ محمد افندي جارنا مش عارف ماله، باين عليه زعلان شويه. ليه؟ انت شفته؟ ايوه، كان شايل شنطه واخد في وشه كده. واخد في وشه؟ على فين؟ الظاهر كان رايح على محطه الاتوبيس، ده انا حتى رميت عليه السلام ما ردش. ايوه عرفت. عرفتي ايه يا تفيدة؟ اتكلمي. اصل سمعت يعني ان عندهم شويه دوشه. ايوه اتاريه امبارح كان سايب بيته وبياكل في المطعم. انما قولي لي دوشه ايه اللي كانت عندهم؟ النهارده كنت في البلكونه وشفته بيتخانق مع مين؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. مع مراته ست فاطمه. افهم من كده انه خد هدومه ومشي يعني؟ يمكن، الله اعلم. لازم كده، امال هيروح فين يعني؟ ما هو اصل اخته ساكنه في شبرا، يمكن بقى رايح عندها. انا مش عارفه حكايتهم ايه، كل يوم خناق، مع ان الشيخ بدوي جارنا لسه مصالحهم على بعض من اسبوع واحد. والله يا اخي الشيخ بدوي ده راجل طيب وصالح. وهي فين طيبته بقى؟ اهو متخانقوا تاني. ايه وهو هيعمل لهم ايه بس؟ يعمل ايه؟ يخرج منها هو، يبطل كلامه اللي بيزود النار دي. ايه بقى مش كتر خيره، ومين يعمل عمايل الشيخ بدوي بس؟ عمل ايه بس؟ انا عمري ما شفته دخل بيت الا لما يولع فيه نار. ليه بقى يا سي ابراهيم؟ لما بيجي يصلح اتنين على بعض مش بيراضيهم، لا. امال بيعمل ايه؟ ينزل في الغلطان ويقعد يرشد فيه وهات يا نصايح ويكبر المسألة قوي. وهو يعني مش قصده خير؟ الله اعلم بقى، وانا يعني عرفني يا ستي. اهو انت كده الراجل الطيب تطلع فيه القطط الفطسه. طيب فين بقى؟ ما هي الادله قدامك اهي. ادله ايه؟ والنبي تسكت. شوف الجرس دي لازم ساميه. ايوه حاضر طولي بالك. سعيدة يا ماما. يسعدك يا بنتي. هو بابا جه من الشغل يا ماما؟ ايوه قاعد جوه، اما اروح اجهز لكم الغدا. سعيدة يا بابا. اهلا ساميه. يلا يا بنتي غيري هدومك اوام علشان ناكل، يلا احسن جعان خالص. على فكرة يا بابا قبل ما انسى، خير يا بنتي في ايه؟ عم محمد افندي جارنا ماله؟ قال لي انه هيفوت عليك الساعة 7 علشان تروحوا للترزي. وقابلتيه فين؟ هنا على السلم. ايه؟ هنا على سلم العمارة؟ ايوه يا بابا، كان طالع دلوقتي ومعاه شنطة. بالظبط. يبقى بياخد بقية هدومه. بقيت هدومه منين؟ اصله زعلان شوية مع الست فاطمة مراته. طب وايه دخل الزعل بهدومه؟ الله، امال بيعمل بالشنطة ايه بس؟ الله. قصدك بينقل هدومه في الشنطة. طيب رجع بيها تاني ليه؟ علشان يجيب فيها قمصان وبيجامات من عند الترزي. وايه اللي عرفك يا ستي؟ كنت فاكراه لسه راجع من الشغل فسألته. قالك ايه؟ قال لي انا رجعت من بدري علشان اخد الشنطة واروح لترزي القمصان. الله. الله يجازيك يا تفيدة. وهيفوت عليك يا بابا هو والست فاطمة مراته الساعة 7 زي ما قلت لحضرتك. الغرض بقى مامتك هي اللي خلتنا نجيب سيرة الناس. طبعا اذنك بقى يا بابا اما اروح اجهز الغدا مع ماما. بس بسرعة بقى يا بنتي احسن انا جعان خالص. كده يا راجل برضه، جيران من 25 سنة وبقالنا شهر ما شفناش بعض. والله يا سي ابراهيم مشاغل الدنيا. طيب اذا كنت انت يا سي محمد مشغول، خلي الست فاطمة حرمك تشرفنا. ده انا جيلكوا على عينيا. والله احنا ما بنعز حد في العمارة قدكم. القلوب عند بعضها يا ست تفيدة. ايوه يا اخي، نقعد نتكلم كلمتين ندردش شوية مع بعض. ايه ده بيتنا، هو احنا عاوزين عزومة؟ ما انا بقول كده برضه، ده حتى الشيخ بدوي كان بيود علينا، بقاله جمعة ما حدش شافه رفع. انا شفته النهارده داخل عند الاستاذ سامي المهندس. سامي المهندس؟ وايه اللي ودى الشيخ بدوي عند سامي المهندس؟ ما اعرفش، الاستاذ سامي نده عليه. عجيبة، الشيخ بدوي دخل شقة سامي؟ يمكن عايزه في حاجة. ايوه بس الشيخ بدوي ايه اللي يوديه عند الجدع دي؟ ليه ماله الاستاذ سامي يا ابراهيم افندي؟ والله يا سي محمد الشاب ده مش عاجبني ابدا. حق مالكش حق يا سي ابراهيم، ده ولا كل الشبان ادب ايه واخلاق ايه. ايوه بس اصله طالع فيها كده. لا ده انسان طيب ومستقيم ولا بيفوتش ولا فرض، دايما اقابله في الجامع. افهمني بس، انا ما اقصدش كده. امال تقصد ايه؟ اقصد
وقفته في البلكونة والشباك طول النهار. لا 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 لا, لا يا سي ابراهيم، اهو بقاله معانا 4 سنين في العمارة ما حد سمع عنه حاجة. طيب والكلام اللي بيقولوه عليه الجيران بقى؟ بيقولوا عليه ايه؟ بيعترضوا على وقفته في الشباك يا سيدي. هو بيجرح حد لا سمح الله؟ طبعا بيجرح الجيران، ما بيعرفوش يفتحوا شبابيكهم منه. ليه بقى؟ من عينيه اللي رايحه جايه شمال ويمين. والله انت لو عرفت الجدع ده هتحترمه جدا. عارفه ازاي بس وهو سمعته بالشكل ده؟ يا راجل ما تسمعش كلام الناس. ربنا يوعد سامية بنتك بعريس زي إيه؟ من بقك لباب السما يا اخي. انا بقى مرضاش ابدا. ليه بقى؟ ده مهندس قد الدنيا. انا لازم عريس بنتي يكون سمعته زي الذهب. والله ده ابن حلال، انا عارفه كويس. وبيجي عندكم؟ ايوه بيجي يلعب معايا طاولة. لا لا يا سي محمد، غلط خالص انك تعرف واحد زي ده. اهو انت كده ما بيعجبكش العجب. طب انا هخلي الشيخ بدوي يقول لك رأيه في سامي. يا ده احنا اتأخرنا، قوم بينا نلحق الترزي بقى. يلا بينا. ما تخليش الست فاطمة تمشي يا تفيدة عشان نسهر كلنا سوا لما نرجع. مش هتمشي، بس روحوا انتوا وارجعوا بسرعة. انت فين من زمان يا استاذ سامي؟ والله روحت البلد يا عم الشيخ بدوي. ازاي الوالد واللي في البلد؟ بيسلموا عليك. انا بعت لك النهارده علشان اكلمك في موضوع. خير خير ان شاء الله. انت عارف اني خريج جامعة واتوظفت بقالي 4 سنين، هذا من فضل ربي، ومش ناقصني حاجة في الدنيا غير اني اكمل نص ديني. ونعم العزم يا استاذ سامي. وعلشان كده انا بعت لك النهارده. انا رهن الاشارة، اتكلم يا ابني. عاوز اخد رأيك في العروسة. ومين هي السعيدة دي؟ ايه رأيك في الآنسة سامية بنت ابراهيم افندي؟ ايوه. ونعم البنات. الآنسة سامية يا ابني شابة فاضلة. علشان كده قلت اخد رأيك، وخصوصا انك عارفهم كويس. عجل ولا تؤجل، خير البر عاجله. توكل على الله يا ابني، توكل على الله. يعني انت موافق؟ طبعا، وابوها راجل طيب. اصلا انا معرفوش. ده راجل قلبه ابيض، واللي في قلبه على لسانه. ما هو علشان كده بعتلك. طيب يا سيدي، ما تروح تكلم ابوها على طول. بس انا معرفش ابراهيم افندي، او بمعنى اصح ما كلمتوش ابدا. اعرفك بيه؟ لا لا، انا رأيي غير كده. طيب انت رأيك ايه؟ انت طبعا عارفني كويس. بالطبع، ده انا وابوك متربيين سوا. انا من رأيي تكلمهم انت الاول وتاخد رأيهم. انا ما عنديش مانع، وانا منتظر ردك. اطمن، اعتبر الموضوع منتهي. ربنا يعمل اللي فيه الخير، وانا مستعد لجميع طلباتهم. يا ابني الزواج تعاون مش بيع وشراء. بمجرد موافقتهم هجيب الشبكة على طول. هيوافقهم بإذن الله. انت شاب متوفرة فيه كل الشروط اللي يتمناها اي اب لبنته، يبقى ليه ما يوافقوش؟ ربنا ما يحرمناش منك يا عم الشيخ بدوي. بكرة بإذن الله هكلمهم. ربنا يوفقك ان شاء الله، وهرد عليك على طول. يعني ابعت لهم في البلد جواب؟ استنى شوية لما تشوف الموافقة. مستعجل ليه؟ علشان يجوا يقدموا الشبكة. استنى بكرة ولا بعده؟ زي بعضه، استنى احسن، وربنا يعمل اللي فيه الخير. يا رب يا ساتر. اتفضل ابراهيم افندي جوه. يلي هنا يا ساتر. اهلا اهلا عم الشيخ بدوي، يا الف مرحبا. الله يرحب بيك يا سي ابراهيم. اهلا وسهلا، البيت نور بقى كله بركة. الله يبارك لنا فيك يا امير. يا سلام، هي دنيا تسوى حاجة من غير الناس الطيبين؟ انت بركتها. امال الست سامية فين؟ سامية وصلت لحد خالتها وزمانها جاية على ما نشرب القهوة. بالسلامة بإذن الله. يا ام سامية، ام سامية. ايوه يا سي ابراهيم. نعم. اعمل لنا فنجانين قهوة مظبوطين. حاضر من عينيا. والله احنا مشتاقين يا عم الشيخ بدوي. الله يخليك. امبارح كان هنا الاستاذ محمد وحرمه، وكنا متعشمين انك تفوت علينا. امبارح كنت عند الاستاذ سامي.
عند الأستاذ سامي؟ أيوة، الأستاذ سامي المهندس جرمة. أنت اللي رحت له فعلا؟ أصله كان طالبني في موضوع. اتفضلوا القهوة. متشكرين متشكرين يا ست أم سامية. أيوة وكان عايزك في إيه بقى؟ في موضوع هقول لك عليه. أنا مش عارف صاحب العمارة سكن الجدع ده ليه؟ ليه؟ ماله الأستاذ سامي؟ قصدي يعني العمارة كلها عائلات وكان وإيه صح يمنع إنه يسكن في بيت فيه عائلات؟ وجوده في وسط العائلات بيجرحهم. الكلام ده لو صدرت منه حاجة تمس إحساس أي حد. أنا سمعت إن فيه ناس متضايقين منه خالص. ما هو لو كان بسبب يبقى معقول. على حكاية فتحته